شو الفرق ما بين الفرشوحة الغزاوية والشاورما العادية؟ من قلب غزة لقلب عمان فرشوحة جابها إلكم، وتعالوا نعرف شو الفرق. الفرشوحة خبزتها بتنخبز فريش أول بأول، بنقشر من السيخ، ويا ريت لو تشموا ريحة تتبيلة الدجاج. بنحط على الفرشوحة بعد هيك الملفوف الأحمر والمخلل، وبنزاد عليها طحينية، ما بنحط عليها تومية. وشوفوا ما شاء الله الحجم بس دينارين وربع، وبنقول بسم الله. يا الله شو زاكية. هي فرشوحة أهل غزة الأصلية، وبتقدر تطلبها لحمة بهالحجم بدينارين ونص، وجبة عربي بسعر دينارين ونص. واسمعوا صوت تقطيعة فرشوحة، تحمصتها وحشوتها، وبنغمسها بالتومية الكريمية. والأشهر بمطاعم غزة شاورما الحلوزنية، خبز الشراك بنحط عليه خلطتهم مع الموتزاريلا والكريمة، بتنلف مثل الصفيحة اليافوية، وسعرها بس 3 ونص. التتبيلة عندهم شهادتي فيها عن جد مجروحة. وبالفخار الغزاوية عملوا لكم دقة على أصولها، أساور فرشوحة دبل ب3 ونص. شوفوا ما شاء الله كيف مليانة موتزاريلا. وبنختمها بالكنافة العربية الغزاوية، وشوفوا ما شاء الله كمية المكسرات، ويا ريت تشموا الريحة العربية الغزاوية. ما شاء الله عليكم يا أهلنا بغزة مبدعين وين ما تروحوا، وإن شاء الله إنه كلها من تحت إيديكم، وغزة معمرة وفلسطين محررة، وكل أصناف فرشوحة صارت على تطبيق أشيائي.